امام عاشور ضرب حد، امام عاشور اتخانق مع الشناوي، امام عاشور ما سافرش، امام عاشور امام عاشور. ايه قصة امام عاشور مع النادي الاهلي وايه اللي هو بيعمله ده وهو اصلا متوفر له كل حاجة؟ المفروض ان انت جنبك تليفون، المفروض ان انت تقدر الناس، المفروض تبقى عارف ان انت صيتك سمع لما دخلت النادي الاهلي. بس في حاجات كتير جدا اللي هي بتبقى ظرف طارئ. مش هقول لك تعمل ايه ومش هقول لك تتصرف ازاي، انت دلوقتي كبير وعاقل وعارف، بس انت النهارده حد مهم جدا في النادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي ما بيقفش على حد. امام عاشور كان قافل التليفون، الاحتمالات مش عايز يسافر، اصل هو مش تعبان، اصل امام عاشور يعمل كده علشان خاطر جاي له عرض من بره، وان الوكيل بتاعه جايب له عرض ب5 مليون دولار. فالموضوع انت خليت ان في احتمالات كتيره جدا. ده ما ينفعش. انت النهارده بقيت لاعب كبير ولاعب مهم جدا، لاعب بتلعب في النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي عندها معادله معينه. المعادله الاولى جامد زائد ملتزم هنعيشك الخيال، جامد زائد غير ملتزم يبقى اهم حاجه اداره النادي الاهلي، واي قرار هيطلع من اداره النادي الاهلي. وتكرار المعادله واحد توصلك لمرتبه اعلاها ابو تريكه، المعادله اتنين تخرجك بره النادي. والامثله كتير جدا. دي حاجة من الحاجات اللي أنا كنت محتاج إن أنا أتكلم فيها. أنت النهاردة اتغرمت 1.5 مليون، كنت المفروض تطلع تتكلم مع الناس أو تتكلم مع الإدارة، يا جماعة أنا حصل واحد اتنين تلاتة، أي حد من البيت مش شرط أنت. ده طبعا ما حصلش. فأنت اتغرمت 1.5 مليون. دي حاجة. الحاجة التانية، في أحد المواقع مش هقول اسمها، في أحد المواقع اتكلمت النهاردة وقالت ما شبه أباه فما ظلم، وجايبين صورة كهربا وصورة إمام عاشور. كهربا لعيب كبير جدا 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 جدا، ما ينفعش ان احنا نتكلم عليه. كهربا في حالة وحشة جدا، اللي بيحصل له كتير، الازمات اللي دخلها اكبر بكتير. امام مفيش ولا ازمة اتعرض لها، ده هو اللي بيحط نفسه في ازمات. ما ينفعش نقارن بين امام وكهربا، الاتنين بره صحاب واخوات، جدعان، الاتنين بره النادي وبره الكورة، احسن اتنين في الدنيا. كهربا يعتبر صرف الجلد والسقط علشان خاطر يوصل للنادي الاهلي، وبعد كده راح ليبيا وبعد كده الكويت، والموضوع مش عارفين هيروح لحد فين. فانت ما ينفعش تطلع تقول الكلمتين دول. كهربا لعيب كبير جدا جدا وامام لعيب كبير جدا جدا، دي ازمات اي حد ممكن يتعرض لها عادي جدا. الغرامات دي اي حد ممكن يتعرض لها. رسالة أخيرة لإمام، يا إمام إحنا كجمهور النادي الأهلي بنحبك وبنقول لك حاول تركز في النادي أكتر من كده. انت بني ادم وحد مهم جدا جدا جدا، لعيب حلو جدا جدا جدا، بس في شوية حاجات بتقع منك، يا ريت تصلح الحاجات دي علشان خاطر تصلح علاقتك بجمهور النادي الاهلي. علشان خاطر جمهور النادي الاهلي زي ما انت عارف هو اللي في ايده يطلعك فوق، وهو اللي في ايده ينزلك سابع ارض. ده اللي انا كنت حابب ان انا اقوله في موضوع امام عاشور. السلام عليكم.